تحياتي، يسعد مسا الجميع، كيفكم؟ اليوم بدي احكي كلمتين كتير مهمين، انه ليش اغلب الناس تفشل باتباعها لنظام غذائي. اغلب من يتبع نظام غذائي يعني يعني اغلبهم بيفشلوا، ما بيستمروا يعني. ففي منهم يعني في ناس بتشتري أنظمة غذائية بتخسر كتير، بتحط فلوس كتير. في ناس بتشتري مواد مستحضرات، مواد دوائية وإلى ما هنالك للتنحيف لتنزيل الوزن، ولكن دون جدوى. يا جماعة، أول شغلة النظام الغذائي اللي بدك تتبعه شو ما كان يكون آه، هو أسلوب حياة. أسلوب حياة طبعا مو لمدى طويل، هو لفترة معينة، ممكن تتبعه شهرين، 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، وبيتغير بيتبدل كل فترة، بيتبدل مشان ما يكون عندك حالة ملل. في كتير ناس بتضل على نفس النظام الغذائي ولكن بتمل، هذا عداك عن الحرمان. أهم شيء الحرمان. في ناس بضمن يعني هن متعودين على حالة معينة، على ثقافة طعام، تناول طعام معين. فجأة هذه الثقافة التغت عندهم، هذا العنصر ما عاد موجود، فانحرم منه، فأكيد ما رح يقدر يستمر. يعني أنا مثلا اليوم متعود على نمط معين من الطعام، نمط معين من الأكل، هذا اللي بيقعد كل يوم بياكل بوشار وياكل شيبس وياكل إلى ما هنالك، فجأة بدك تحرمه. طبعا في أسلوب للحرمان، في طريقة للحرمان، عداك عن في بدائل. هلا اهم شيء في يعني اهم شيء بدك تعرف الاسباب اللي بتخليك تفشل بالنظام الغذائي. طبعا هن يعني انا فيني يعني اعتبرهم 6 نقاط اللي هن بالدرجة الأولى بتيجي اتباع نظام غذائي قاسي، 1. 2 الحرمان. 3 تغيير العادات أو الثقافة الغذائية. 4 عدم ممارسة الرياضة. 5 عدم ضبط الوقت. 6 التركيز على السعرات الحرارية. هلا التركيز على السعرات الحرارية بدي احكي عنها، انه في كتير ناس بتجيب آلة حاسبة وبتقعد بتحسب وبتشيل وبتجيب الاكل، ولازم لازم نحط كم جرام كذا ولازم يدخل كذا. طبعا هو هذا الحكي صح، بس انت كمبتدئ بهذا الجو رح يصيبك حالة ملل، بدك تمل. انت اول شيء بتكون متحمس، بتكون عندك حالة اندفاع وحالة حماس، بس وينك يعني اول فترة اسبوع بتلاقيك خالص يعني. فانت اهم شيء اخي لما بدك تدخل بالجو النظام الغذائي، اول شيء تأقلم مع هيدي الحالة، تأقلم مع هيدا الجو. يعني انت عود حالك اول شيء، واهم شيء لا تحرم حالك يعني الحرمان. عم نحكي عن الحرمان المفاجئ، لأنه كل حالة إلى نظامها. على سبيل المثال البدين، اللي عنده بدانة، فرط بدانة، عنده نظام غذائي معين. اللي عنده مشاكل صحية عنده نظام غذائي معين. اللي بيعاني من النحف عنده نظام غذائي معين. عداك عن ممارسة الرياضة، انه انت لما بتعمل نظام غذائي لازم تمارس الرياضة، ضروري تمارس رياضة. التدريب كتير مهم. بتعمل تدريبات هوائية لا هوائية، اعمل مشي سريع، العاب حديد خفيف، العاب مشي، يعني اي شيء كان، المهم حرك حالك. حبيت لكم هي المعلومة هيك صغيرة، يعني شرح مختصر للناس، لانه في كتير ناس بتعاني من هي النقطة. وان شاء الله الله لا يضر حدا، وتنزلوا وزنكم بسرعة. شفناكم بخير، باي.